السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى النهارده وانسوا أي خلطة كنتم بتعملوها تغسلوا بيها البطاطين. النهارده هنعمل خلطة جبارة هتغسلي البطاطين بتاعتِك ومن غير تعب ولا مجهود ولا كمان تمدي إيدِك فيها. هتسيبيها كده ساعتين منقوعة في المَيّة وفيها الخلطة اللي إحنا عملناها، وهتلاقيها نضيفة زي الفل، بدون بقع، بدون أتربة، بدون روائح، بدون أي حاجة أنتِ ما بتحبيهاش. تعالوا النهارده هنعملها وبدون مواد كمان تخافي منها أو تخافي على إيدِك منها، يعني مواد حافظة هتحافظ كمان على إيدِك وبشرة إيدِك، يعني لا يمكن تضرِّك. تعالوا نسمي الله ونشوف الخلطة دي هنعملها إزاي. خليكم آخر الفيديو معايا عشان تشوفي كل حاجة جديدِك، ولايك للفيديو واشتراك في القناة. تعالوا كده معايا طبق، ومعايا أول حاجة معايا كيلو رابسو سايب، أي رابسو نوع سايب أنتِ بتجيبيه، هاتي كيلو وابدئي استعملي بيه. أنا جايبة 2 كيلو، هاحط الأول كيلو والكيلو التاني هاقول لِك دلوقتي هنعمل بيه إيه. فأنا ضِفت أول كيلو. في أنواع كتيرة بقى، في أنواع اسمها اللي هي الفُل، اللي هي العادية خالص، يعني مش لازم تكون غالية، أي نوع كده رابسه عادي ابدئي إن أنتِ تضيفيه في الخلطة بتاعتنا. وتعالي بقى أقول لِك على الخلطة، يعني أنا قسمت كده الحاجة اللي هتنضّف نُصّين، حاجة نحطها في الأول وحاجة نحطها في الآخر. إيه بقى الحاجتين الأولانيين اللي نحطهم وهيعملوا معانا المادة الجبارة اللي يعني مش قادرة أقول لِك هتطلّع البُقع في ثواني. وأنتِ واقفة كده وضايفة البطانية في المَيّة، هتلاقي إن البُقع كده طلعت ونطفت وبقت زي القشطة. معانا إيه، أول حاجة معايا ملح الليمون. طبعًا كلنا عارفين ملح الليمون، هو ده ملح الليمون، بيبقى شكله كده عامل زي السكر. بتجيبي حوالي ب10 جنيه، يعني مثلًا حوالي يعني مش قادرة أقول مثلًا حوالي 50 جرام بمُعدّل كده. أو عاوزة تعايري مثلًا بالمعلقة يبقى معلقتين كبار. معايا إيه تاني، معايا البيكربوناتو، بيكربونات الصوديوم، المادة فعّالة 100% لتنضيف البقع. وعاوزة كمان هاقول لِك إزاي لو هتستعمليها للغسيل هتستعمليها إزاي. برضه الكيس دوّة بمعدل معلقتين كبار، يبقى كده ضفنا كيلو رابسو عادي أو مسحوق عادي، ومعلقتين كبار من الملح الليمون، ومعلقتين كبار من الكربونات الصوديوم. نقلب كده المواد الجافة كده كلها مع بعضها، وهنبدأ بقى نضيف حاجة حاجة مع بعض. خليكي معايا كده لآخر الفيديو، ما تنسينيش بقى لايك للفيديو عشان فيديو يترفع إن شاء الله والناس كلها تستفاد منها. معايا إيه، معايا كيلو برسيل جل، أي برضو نوع برسيل جل سايب. نبدأ نجيب كيلو ونضيفه عليه، برضو بينضف الغسيل جدا جدا جدا، وهيطلّع أي بُقعة أو أي أتربة أو أي حاجة موجودة في البطاطين بتاعتنا. هنبدأ نضيف كده عليه، وتعالي بقى وشوفي المُعجزة، المواد اللي حطيناها هتتفاعل مع بعضها، وإزاي هي كده منظرها وهي بتغلي كده مع بعضيها. ما بالِك بقى لمّا نحطها على أي حاجة إحنا بنغسلها، سواء بقى بطاطين، سواء سجاد، يعني خلطة جبارة. بُصّي بدأت تفور معايا إزاي، بدأت تفور معايا، هتعلى دلوقتي وتملى الطبق. يعني دقيقة واحدة وأنتِ واقفة كده هتلاقي الكربوناتو مع ملح الليمون تفاعلوا مع بعض وخلّوا المادة رفعت معايا. هو بقى ده اللي إحنا عاوزينه، هو ده اللي إحنا عاوزينه. عاوزين إن لمّا نحط البطانية فيها واسيبها ساعتين تغلي مع بعضيها، يعني مش هتستنى إن أنا أحط إيدي فيها أو أغسلها بأي حاجة خالص. مواد مش يعني مش وحشة ولا مُضرة، مش مثلًا زي البوتاص ولا الكلام اللي هُم بيحطوه ده، مواد عادية خالص مش مُضرة للجسم نهائي، بس هتنفع للغسيل بتاعنا. يعني بطانية عاوزة تغسلي بيها سجاد، عاوزة تحطيها في الغسيل في الغسالة، يعني تنفع كمان لكل حاجة. تعالوا بقى كده أنا ضفتها معلش بقى في طبق كبير، لإن الطبق فار خالص وأنا مش هينفع أضيف بقية المكونات بتاعتي. فجبت بقى طبق كبير، كده بعد ما أخلّص هاغسل بقى فيه البطاطين. فجبت بقى الطبق بتاعي كده الكبير بتاع الغسيل، وبدأت إن أنا أضيف فيه الخلطة بتاعتي. ولسه بقى هنحط عليه إضافات تانية هتخلّي الغسيل أو البطاطين بتاعتي زي القشطة. تمام كده خلاص زي ما أنتم شايفين.
طبعًا من حبّة صغيّرين فاروا وبقوا ملوا الطبق زي ما أنتم شُفتوا. معايا إيه تاني، معايا الخلطة، هي اسمها خلطة بتتجاب كده من عند الصبّانة كيلو خلطة. جبنا برضه كيلو الخلطة وهندوّبها كده نقلبها برضه معاها ونبدأ ندوّبها كده مع بعض. يعني بس يستحسن بس وأنتِ بتعملي الخلطة ديّة تبقي لابسة كده الgloves في إيدِك عشان بس ما فيش أي حاجة تطرطش كده عليكِ كلور أو أي حاجة تطرطش على إيدِك. كل حاجة نحطها نبدأ نقلّبها كويس جدًا، جدًا عشان بس تتقلّب كده مع بعضيها. وبعد كده بنبدأ نحط المادة التانية. زي ما أنتم شايفين كده هي معايا تقيلة، لسه ما زالت تقيلة معايا. دلوقتي هاقول لِك برضه لو عاوزة تقليها أكتر من كده تقليها بإيه. معايا إيه، معايا كيلو كلور عادي، مش شرط يكون خام، يعني لو كلور مش خام عادي برضه. أنا كده ضِفت كيلو برضه الكلور وهابدأ إن أنا أقلّبه. ما تخافيش من الخلطة ديّة، مثلًا في مثلًا تقولي لي مثلًا البطانية فيها أبيض أو باخاف مثلًا أحط الحاجات ديّة على الأبيض، لأ بالعكس، ده بتخلّي الأبيض زي القشطة. معايا إيه بقى، معايا دوني. الدوني ده بيخلّي ريحة البطانية تحفة. يعني هتغسليها وتشيليها وهتيجي تطلّعيها هتلاقي ما زال الريحة موجودة في البطانية بتاعتِك، ريحتها تحفة. برضه الدوني ده أنا جايباه سايب، كيلو دوني. اوعي تكوني نسيتِ تجيبي ورقة وتكتبي كل الوصفات وكل الحاجات اللي أنا قُلت لِك عليها، تكوني كتبتيها في ورقة. لازم تجيبي ورقة تكتبي كل حاجة قُلت لِك عليها عشان خاطر تستفادي منها وهتعمليها وتدعي لي وتقولي لي الله عليكِ يا أسماء، والله على الخلطة اللي أنتِ عملتيها طلّعت لي البطاطين زي القشطة. قلّبي كده المواد كلها مع بعضها زي ما أنتم شُفتوا. وهاقول لِك دلوقتي لو أنتِ عاوزة تعملي حاجة مثلًا، يعني المادة اللي هي فوّرت الخلطة معانا عاوزة تضيفيها في الآخر، فهاقول لِك دلوقتي تعملي إيه. زي ما أنتم شايفين كده هي يعني هي سمكها خفيف. الكيلو بقى الرابسو التاني اللي أنا قُلت لِك أنا شايلاه اللي هو السايب، باضيفه بقى في الآخر وباقلّبه عشان أنا عاوزة الخليط معايا تقيل. يعني الخليط معايا يبقى تقيل، هاخد منه بقى حوالي كوباية وهاضربها. ده الخلطة اللي إحنا عملناها في الأول. عاوزة تعملي كل الكيلوهات أو الخلطة اللي إحنا عملناها اعمليها وضيفي الكربونات والملح الليمون في الآخر عشان ما يفورش معاكِ. لو أنتِ خايفة من الفوران، اعمليه كده واعمليه وهيطلع معاكِ إن شاء الله حلو جدًا، جدًا. واعمليه بقى واكتبي لي في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يالّا اشتركي في القناة عشان تشوفي معايا كل جديد، ولايك للفيديو بقى عشان الناس كلها تستفاد منها والفيديو يترفع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.